السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. معاكم مصطفى. موضوع حلقة النهاردة لابتوب لينوفو، الموديل بتاعه جي 570. مشكلة اللاب انه قاطع باور. اول ما بنركب الشاحن، لندة الشاحن بتطفي. الشاحن اهو، اللندة منورة يا شباب. اول ما بنركب سوكت الشحن اللندة بتطفي زي ما انتوا شفتوا كده. نيجي نفصل اللندة تنور تاني. في شورت في دايرة الباور في اللاب. هفتح كده ان شاء الله اللاب مع بعض نشوف مشكلته ايه. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت بوردة اللاب بره ايه. وطبعا انا فكيت البروسيسور. لما يبقى الجهاز جاي لك فيه شورت بتفك البروسيسور بتاعه، عشان وقت هيلخبطك في القياسات لما تيجي تقيس الملفات او المسافات بتاعت دايره البروسيسور. وفي الاعطال ديت الافضل يكون عندكم باور سبلاي يا شباب. بيبقى 5 امبير، بس انا عندي هنا باور سبلاي 2 امبير بتشتغل معايا برضو، بس الافضل ال5 يعني، لان ال2 امبير لما يبقى فيه شورت في البورده بيراستر. ال5 امبير تلاقي بيسحب امبير عالي كده من غير راستره، يعرفك ان في شورت في الجهاز، وتلاقي المكون اللي ساحب الامبير ده بيسخن على الجهاز. انا طبعا جبت هنا وصلة شاحن اللي هي بتركب في الشاحن لما الوصله دي بتبوظ. عندي واحده اهي، فجبتها ووصلتها بالباور سبلاي. واما نيجي نقيس يا شباب لما يكون في شورت في البورده بنقفل الفولت على الاخر ونعلي واحده واحده كده لحد ما يرستر، يعني اخر فولت هو ياخده ويرستر بعده. احنا بنقف عنده وبنجس البورده نشوف انهي مكون اللي عليها اللي بيسخن. فهنوصل كده ان شاء الله. نعلي كده ان شاء الله الفولت مع بعض. خدت بالكم يا شباب المؤشر ابتدى يرفع ازاي؟ نعلي لحد ما المؤشر يجيب الاخر كده. هو مش هياخد فولت اكتر من كده، لو علينا تاني هيرستر. خدت بالكم يا شباب؟ نرجع تاني. وقف عند 4 و7 فولت اهو. هنشوف البوردة كده، نجس الحرارة بتاعتها، نشوف فين المكون اللي هو عامل مشكلة. السخونية طالعة من الموسفيت ده يا شباب، بيسخن جامد اهو. طبعا نفصل كده. الموسفيت ده رقمه بي كيو 301. ده رقم الموسفيت اهو. لما يبقى فيه مشكله زي دي يا شباب، عشان نعرف بس الموسفيت ده بيجيله الدخل منين وبيودي فين، لازم طبعا يكون في مخطط نعرف الدايره حواليه ماشيه ازاي. وطبعا اي مشكله زي ديت بنبحث المخطط بتاع الجهاز بالرقم على النت، يا اما بالموديل بتاع الجهاز، يا اما في رقم للبورده هنا اهو. دي رقم البورده LA 675. بنبحث بالرقم ده على النت، بيجي لنا المخطط بتاعه الاستيماتيك. هنشوف كده ان شاء الله المخطط بتاعه وارجع لكم تاني. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما جبت المخطط بتاع اللاب. كان المشكله في الموسفيت كان رقمه بي كيو 301. هنفتح خانه السيرش كده، نكتب بي كيو 301 انتر. نكبر كده. اهو يا شباب بي كيو 301. ده هنا الدخل
الفي ان ده اللي هو الدخل بتاع الشاحن، وبيعدي على مصفة الدخل اللي هو اللي بيسخن ده كده المصفت اللي فيه المشكلة، وبيعدي على مصفت تاني بي كيو 302 الفولت الفي ان بيعدي منه، بيعدي على مقاومة فيوزية هنا اللي هي البي ار 302، وبعدين بيخش على باقي الدوائر بتاعة الجهاز. فاحنا طبعا عشان نعرف اذا كان هو المصفت ده اللي فيه المشكلة ولا لأ، هنشيل المقاومة دي، هنرفعها من على البوردة خالص، ونوصل. لو لقينا لسه في شورت على البوردة يبقى المشكلة في المصفت ده او المصفت التاني اللي هما مصفتين الدخل. لقينا مفيش شورت يبقى المشكلة هنا بعد المقاومة في اي دايرة من دوائر البروسيسور بقى جوه. فاحنا نمشيها كده ان شاء الله واحدة واحدة عشان نعرف المشكلة فين. هنرجع تاني ان شاء الله ونفك المقاومة دي ونقيس تاني مع بعض. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما شفنا المخطط. كانت المقاومة رقمها بي ار 302 اهي، بي ار 302 اللي هي الخضرة دي. هنرفعه دلوقتي ان شاء الله ونقيس تاني مع بعض نفس المصفت، نشوفه هيسخن برضو ولا لا. طلع شوية فلكس كده. رفعت المقاومة يا شباب. حطها بس هنا في جنب كده عشان ما تضيعش مننا. هنوصل ان شاء الله الباور تاني يا شباب ونشوف لسه في شورت ولا لا. الباور اهو يا شباب، عمال اعلي الفولت اهو. كده الشورت انتهى يا شباب، ما عادش فيه سحب امبير اهو. عمال ارفع في الفولت والباور مش بيرستر اهو. تمام كده يا شباب. المشكله بعد المقاومه زي ما انا وريتكم كده. المصفت مفيهوش مشكله. الشورت اللي بعديه هو اللي كان عامل راجع عليه، وهو اللي كان مسبب السخونيه وعامل القفله دي فيه. طيب احنا هنحل المشكله دي ازاي؟ هنحقن بقى فولت. هنجيب سلكتين ونحقن فولت ان شاء الله في طرف المقاومه التاني، ونجرب كده الجهاز مع بعض، نشوف في اي مكون هيسخن تاني غير مصفة الدخل. وبرضه هنروح نشوفه على المخطط ونقيسه ونشوف كده في اي مشاكل تاني ولا لا. هي هنمسكها بالتدريج كده واحده واحده. اي شورت في اي بوردة طبعا بياخد وقت لحد ما بتوصل له، خصوصا في بوردة اللاب. هجيب ان شاء الله كده سلك نلحمه ونحقن له فولت. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب.
بعد ما وصلت سلكة هنا من الباور اهي، نحل له فولت هنا عشان نشوف المكون اللي بعد كده اللي هو اللي فيه مشكلة. هنشغل كده ان شاء الله باور سبلاي، نفس الوضع برضو اللي فات، هنعلي الفولت واحدة واحدة. والمؤشر ابتدى يرفع معانا اهو كده، فصل. ننزل تاني على 3.9 فولت، نشوف برضو في اي مكون تاني هنا بيسخن. هو في الاي سي ده يا شباب، ده رقمه يو 36. ده اي سي مش مسفت. هنشوف كده، هنشوفه برضو على المخطط وارجع لكم تاني. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب للمخطط اهو. نبحث عن الاي سي اللي هو اليو 36 اهو. الاي سي ده خاص بتغذية اليو اس بي، وطالما يا شباب اليو اس بي في البوردة المخارج بتاعته يعني مش مفيش فيها كسر او فيها مشكلة، بيبقى الاي سي ده قليل يعني لما بيحصل فيه مشكلة. ويعني بحكم ان المشكلة دي كانت بتجيلي كتير، بتبقى المشكلة في الدخل اللي هو رايح للاي سي اللي هو ال5 فولت اللي هي الاختصار بتاعها اي ال دبليو. وال5 فولت دي المسؤول عنها اي سي دي سي تو دي سي اللي هو المسؤول عن ال5 فولت وال3 فولت. المفروض دلوقتي ان احنا نروح نطمن على دايرة ال5 وال3 فولت، نشوفهم بس رقمهم ايه هنا على المخطط عشان نشوفهم على البوردة. ناخد دول كوبي كده، نحطها هنا في خط السيرش، نعمل بحث كده، صور. شفتوا يا شباب ال5 فولت متوزعين على البوردة كلها ازاي؟ فطبعا لو فيهم اي مشكلة هيعملوا مشكلة في الجهاز كله. تقريبا هنا نكبر كده شوية، وفعلا يا شباب اهي دي هنا بيطلع ال5 فولت الاي سي ده، والناحية التانية هنا هتلاقيه بيطلع ال3 فولت. اهو 3 فولت اهو. هو ده اي سي الدي سي. فالاي سي بتاع اليو اس بي هو اللي بيسخن شويه، فده الخارج بتاع ال5 فولت اللي بيغذيه. هنطمن احنا على المسفتين دول اللي هو البي كيو 402 والبي كيو 404. هنشوفهم كده مع بعض على البوردة نطمن عليهم. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب. كان شفنا المسفت بتاع ال5 فولت كان رقمه بي كيو 402 وبي كيو 401 اهم.
بي كيو 402 وبي كيو 401 دول المسؤولين عن ال5 فولت. هنجيب الافومتر بتاعنا على وضع الصفارة، هنقيسهم كده. اول واحد اهو، فوق الشورت. خدت بالكم يا شباب؟ التاني فيه شورت اهو، ده اللي هو بي كيو 402 اللي هو الدخل. هنفكه كده ونشوف الشورت هيروح ولا لأ، عشان ممكن برضو اوقات يكون الموسفيت سليم والاي سي دي سي هو اللي فيه المشكلة. بس عشان نتأكد نرفع الموسفيت الاول ونقيس مكانه. مشاكل الشورت اللي بتبقى في البوردة دي بتاخد وقت شوية يا شباب، لازم بالك يبقى طويل وتتبع المسارات كده من على المخطط. فكينا الموسفيت اهو، هنقيس الأرضية مكانه كده، شوفها سليمة ولا لأ. الشورت اختفى اهو يا شباب. نقيس الموسفيت نفسه كده، عليه شورت اهو يا شباب الموسفيت. هنغير ان شاء الله الموسفيت دوت ونجرب. عندي بوردة هنا تقطيع عليها نفس دايرة ال5 فولت هنا. الموسفيتين اللي فوق دول بتوع ال3 فولت، والموسفيتين اللي تحت بتوع ال5 فولت. هناخد الموسفيت الدخل العمومي، شوف بس الاتجاه بتاعه عشان الموسفيت يبقى ليه اتجاه يا شباب. ليه نوتش باد على الاي سي، بيبقى ليه نوتش باد عليه وعلى البوردة، بيبقى ليه عدلة يعني عشان متركبوش غلط. خلعنا الموسفيت اهو يا شباب. لازم يكون عندكم بورة تقطيع يا شباب، في حاجات ما بتتباعش جديدة. حمل الاي سي اهو، الموسفيت عفوا. احنا غيرنا هنا الموسفيت الدخل بتاع ال5 فولت، والشورت اتفك خلاص من على البوردة، ما عادش عليها شورت ولا بتسحب امبير على الباور سبلاي. بس للاسف لقيت في مشكلة اكبر، لقيت في مشكلة في الشيب بتاع البوردة. البوردة دي عليها شيب واحد، في بورد تاني بيبقى عليها 2 شيب، اللي هو الشيب الشمالي والشيب الجنوبي.
بس للاسف ده على شب واحد، ولقيته درجة حرارته بترتفع. انا كنت متردد ان انا ارفع لكم الفيديو، بس انا هرفعه لكم برضو لسبب تعرف ان ازاي بنتتبع العطل على البوردة، وازاي بنحقن فولت، وازاي نعرف المكون اللي هو فيه شورت او فيه مشكلة. احنا اول ما وصلنا الباور على الجهاز لقينا المصفت الداخل عليه حرارة عالية بيسخن، فلما شفناه على المخطط لقينا بعديه مقاومة اللي هي بتفصل بين الدخل وبين الخارج اللي هو بيدخل جميع دوائر اللاب. رفعنا المقاومة، لقينا المشكلة بعد المقاومة، حققنا فولت زي كده زي ما انتم شايفين على الجزء اللي هو بعد المقاومة. لقينا السخونية على الاي سي اللي هو اللي بيغذي 5 فولت لدائرة اليو اس بي. ولما تتابعناه برضو على المخطط جبنا الموسفت اللي هو الدخل بتاعه اللي هو في دايرة الدي سي، وقسناه لقينا فعلا عليه شورت وغيرناه. الشورت خلاص اتزال اهو. حتى في الباور سبلاي انا موصل الباور اهو، لما نعلي كده الفولت اهو ما عادش في شورت خلاص، المؤشر ما عادش بيرفع، المؤشر ثابت مكانه اهو. بس لقيت طبعا ان المشكله في الشيب بتاع البورده، وطبعا انا ما عنديش الستيشن اللي بيرفع الشيب ده بيغيره، فكده هنضطر ان احنا نقفل اللاب تاني. بس انا حبيت بس اوريكم الطريقه. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.